ولكن خذوا الامور بعقلانية. فانا واحد من الناس نفرح وقت اللي فما تجاوب مفروض بالسيف على اشباه المسؤولين في انهم يتجاوبوا مع تطاوين، وهذا يحسب التطاوين. علاش؟ لانه كان الدنيا دنيا نورمالمون الاصلاحات اللي تصير من غير ضغط، وتصير من غير عرك، وتصير من غير تسكير، ومن غير اعتصامات، ومن غير تهديد اللي حبوا يعملوه، ومن غير براد فير اللي يحبوا يعملوه. فكان الدنيا دنيا، مش كان تطاوين هكا، كان الدنيا دنيا. راهي الولايات الاخرى تصير لها اللفته هذه بمعتمدياتها، ببلدياتها، بولاياتها، بجهاتها، باقاليمها. كان الدنيا دنيا، راهو اللفته هذه تكون اكثر جديه على جميع المستويات. فيا سيدي انت تو جمعت تطاوين ولا تطاوين، نقولوا نحن شكبوا، وكي تطلع لك ولايه اخرى تطلب في طلبات مشروعه زاده، شنو نجموا نعمل؟ الا يعني كان بالعصا تحبوا تفهموا ولا شنو بالضبط؟ هذا هو اللي نحبوا نفسروه به. بالنسبه فما ملاحظه صغيره بربي، وعيوهم الجماعه اللي يعرفوا البروتوكول الصحي. راهو كي تلبس الكمامه، راهو تلبس الكمامه كامله على خشمك وفمك من جهاز التنفس كامل. راهو مش معقول معناها ناس تحط الكمامة حد لهنا هكا ويخلي خشمه خارج وحده هكا من الكمامة، راهي ما تجيش الحكاية. فانتبهوا كيفاش واحد يقعد في مكان مسكر، في مجلس نواب ولا في جلسة مغلقة ولا في مكان مغلق، وهو عامل كمامة على فمه ومخلي خشمه. راهو هذا قلة وعي، راهي ما تجيش الحكاية، ولاحظناها موجودة برشا. فيقوا يا رسول الله. فما ملاحظة ثانية يا أخي، مش قالوا اللي الفيروس هذا متاع الكوفيد لما المريض يمس حاجة، فالفيروس هذا يطير في الهواء 6 سوايع، ويمس ويقعد في اللوح 10 سوايع، ويقعد في الألمنيوم 16 ساعة، ويقعد في البلاستيك نهار، ويقعد يعني انتم سكرتوها حد الكمامة ولا شنو بالضبط؟ فهمونا بالضبط. يعني هو إذا كان تعمل الكمامة معناها أنت حميت روحك وحميت غيرك من الكورونا، كيفاش الناس لاصقة لبعضها؟ مش يقولوا أنه تشد في الحوايج وتشد في اليدين وتشد في، كيفاش الناس قريبة لبعضها بالطريقة هذيك وتمس في بعضها، ومبعدين تقولوا البروتوكول مع البروتوكول، والمواطن غير مبالي، والمواطن مستهتر. هم المسؤولين بيدهم مستهترين. كيفاش يجي هذا ناس عامل اشتر خشمه وخلي خشمه لبرا، والاخر عامل ماسك ويتحكحك على الناس الكل وملمومين وكوميتا ويخرج البروتوكول تقيم به القيادة بأتم حذافره، او تسكت ومن غير ما تنبر على المواطنين اللي معلوم وعادي انهم يكونوا اقل وعي واقل مسؤولية واقل التزام. فكيفاش هذا واحد عامل اشتر ماسك على خشمه مخلي خشمه لبرا يلعب هكا ومكبر خشومه، هو خشمه لبرا هكا يلعب ومسكر على فمه، والاخر يمس ويتلمس منه ومنه، والاخر تلقاه في المجلس من غير كمامة اصلا، من غير. وادخلوا شوفوا. فياريت تنتبهوا لهم الناس هذوما. وباش نعملوا حملة احنا نحاولوا نراجعوا الفيديوهات متاعهم، خليها تكون تشالنج اخر. احنا عملنا تشالنج متاع اقوياء تونس، وما شاء الله تجاوبوا معنا ناس من جميع الاعمار، وخاصة الوليدات الصغار اللي نشوفوا فيهم الامل متاعنا. فتوا خلينا نعملوا تشالنج اخر سيدي، وندخلوا نفركسوا في الفيديوهات على المسؤولين والنواب والكوادر والقيادات اللي ما هيش ملتزمة بالبروتوكول الصحي. فنطلب منكم اي حد تلقاه لاصق في واحد في التلفزة ولا في المجلس ولا غيره، نهبطوا تصويرته وقولوا له التزم. ولا اي حد مخلي خشمه لبرا، هبطوا له تصويرته،
خلينا نفهموا هذايا كيفاش، يعني هل هو بالحق يتنافس من خشمه ولا مركب خشم ويتنافس من فمه وخشمه ما يعديش هواء. فهذا خلينا نمشيو فيه. اي حد تلقاه متجاوز نهبطوا تصويرته في الباج ونشوفوا شكون الملتزم بالبروتوكول الصحي او لا. به فنحاولوا نفهموا راهو البروتوكول مش كان في الماسك كهو. السيد مشماشة يركز كان على الماسك، راهو مش كان على الماسك، راهو يلزم تكون بعيد، راهو يلزم تكون على القليلة. إذا كان انتم قيادات وقادرين ف ميسالش حطوا معاكم سانيتايزر هكا في ديكم وكونوا بعاد على بعضكم. هذه ملاحظة صغيرة. به عندي لكم جديد في خشم التسلل ورقة صفر. اي سميوه تسلل، سميوه اللي تحب. اللي تلقاه خشمه لبرا من البافيت او من الماسك سميوه تسلل، واللي تلقاه نعرفش انا لاصق الحد ما نعرفش انتم عاد اختاروا له هاشتاج. المهم اي حد نلقاوه تجاوز توا في الفيديوهات لازمنا نلوجوا عليهم نجبدوه. شدك الرادار، سميوها يا سيدي تشالنج نتاع رادار كوفيد ولا رادار الكورونا، باش نعلموهم شنو معناها يلتزموا بالبروتوكول الصحي. عندنا سؤال فيما يخص قطاع كامل او اكثر من قطاع، اللي هو قطاع المطاعم والمقاهي والقطاع نتاع الثقافه والفن. اوكي تسكروا عليهم وتقول ما تخرجوش، لكن خويا شوفوا لهم حل. خراو فما ناس هذاك هي خبزتها من المقاهي والمطاعم، وناس خبزتها من الفن ومن الثقافه. فشنو الحل مع الناس هذوما؟ شنو لقيتوا لهم؟ باهي هكاك نشوفوا في فنانين ومثقفين وممثلين مع احترامنا للكفاءات الكبيره، باهي هكاك نشوفوهم مطيشين ويعملوا في اعتصامات وما عندهم حتى حاجه تحميهم. وشنو هذا تقف حد الاربعه يا اخي؟ الكورونا بعد الاربعه ما تخرج ولا قبل الاربعه ما تخرجش ولا؟ فهمونا بالضبط. فيا ريت تكون الاجراءات اكثر قوه. هذا طلب بسيط. به عندنا طلب اخر او توضيح اخر باش نفسره لكم على تمشي نتاع اقوياء تونس. الحمد لله المد كما نقول لكم راهو ديما جاي. عندي اختي قالت لي راهي امي قريب ترقد بها الماسكه، ابعدوا عليها امي سايبوها، ما تخلي حتى حد يدور بها. وربي يفضل اماتنا وربي يفضل بياتنا الناس الكل. فمثال اختي راهي نباره على الاخر، تنبر علي انا اكثر من اللي يكرهني من الجماعه. على ذكر اللي يكرهني او اللي يكره اقوياء تونس، نحب نقول لهم اللي رانا احنا ما عندنا حتى مشكل مع حتى حد، وراهو كرهكم لينا ما يزيد ولا ما ينقص، ما عنده ما يعمل. لان الاوبجيكتيف نتاعنا ظاهر، قلنا يزي من التفرقه وهات نتلموا دي جون مع بعضنا ونفهموا بعضنا ونفهموا ثقافه بعضنا وعقول بعضنا مهما كانت التوجهات. راك انت كي انتخبت حزب مش معناها انك تعيش له الحزب هذاك وتموت وتحيا به، مش هذا. فخلينا نفيقوا بالاحزاب هذه قبل الانتخابات او في فتره الانتخابات كيفاش يسبوا في بعضهم وكيفاش يتاكيوا في بعضهم وينقلوا العدوى نتاع العرك لنا احنا، وبعد الانتخابات تصير التحالفات وتصير الحطان اليد في اليد، ولكن يقعد العرك بينا احنا. فكيفاش هما علاش هما يتآمروا؟ انا ديما نقول يتآمروا واحنا ما نتحالفوش. علاش هما يتجمعوا احنا ما نتلموش؟ علاش هما يخدموا مصالحهم واحنا ما نخموش في مصلحة جيل كامل بتفكير معين في اتجاه معين؟ قلنا اللي راهو البلاد ما تنجح الا بالقضاء على الفاسدين، مش مقاومة. منطق مقاومة والضحك على الذقون واللعب بالمفردات هذا راهو ما يتعداناش. وكلمة مقاومة الفساد هذية اللي ما تحاسبش منها حتى حد، وانتم على علم اللي ما فهم حتى حد حاسب، اعطيوني حتى واحد حاسب بالفساد.
هات واحد حاسب بالفساد. فاحنا رانا نحبوا محاسبة الفاسدين، محاسبة الفاسدين. به وقلنا اللي راهو البلدان مش مفتاح نجاحها هو التوجه السياسي متاعها او النظام متاعها. فما ما نقولوا نحن دول جمهورية بالنظام الجمهوري نجحت، فما دول بالنظام الملكي نجحت، فما دول بالنظام البرلماني نجحت، فما دول بالنظام الشيوعي نجحت. فالمشكل مش في النظام، المفتاح في النجاح هو في البلدان اللي تحاسب واللي تقضي على الفاسدين. هذا هو، مش تحاسب الزوالي وتخلي الزمازم الكبار. فهذا راهو ما عادش يتعدى. باهي فما ناس يسميوا فينا على فئة معينة، فما ناس سماونا، خليني نحكي بالواضح، انا تعرفوني كل شيء بالمكشوف. فما ناس سماونا على ائتلاف الكرام، رانا ما نتبعوش ائتلاف الكرام ولا نتبعو حتى حد. وفما ناس سماونا على النهضة، رانا ما نتبعوش النهضة، والدليل انه فما ناس تعرفوهم من الولايات الكل تعرفوا توجهاتهم. والحمد لله انه تو في اقوياء تونس المناسقين حتى اللي تشوفوهم حاليا تعرفوا توجهاتهم وتعرفوا كل حد فانا نظام ماشي، فما تنجمش تتهموا بحزب اخر. وقلنا نحن في نفس الوقت راهو ما عندناش مشكل مع الاحزاب، راهي مشكلتنا مع الفاسدين، مع الفاسد وكهو. وتوا الايادي المرتعشه اللي تشاركت في الحكم طيله ال10 سنين هذه الكل على بعض، واللي قبل ال10 سنين ما عملوا حتى شيء. فنحن توا نحب ندخلوا في مرحلة جديدة يقودها الشباب، ونعرفوا اللي شبابنا قادر. وأول دليل على قدرته هي نظافته، لأنه ما هوش متورط لا بالمباشر ولا بغير المباشر. فنحن لا نتبعوا دستور ولا نتبعوا أنصار قيس سعيد ولا نتبعوا حتى حد. وبالنسبة للموضوع أنصار قيس سعيد اللي أنا أول مرة نقول هذه كلمة أنصار قيس سعيد، وكلمة أنصار أصلا أنا ما نحبهاش. فنعرف الأنصار كان أنصار سيدي النبي عليه الصلاة والسلام والبركة. فالمنطق هذا اللي تحبوا تركبوه لنا احنا، اللي رانا نحن نستقطبوا في ناس منا ومنا ومنا، راهم اللي دخلوا لأقوياء تونس دخلوا بإرادتهم. وأول إشارة لأنهم هم أقوياء تونس على خاطرهم أحرار وبعقولهم ويعرفوا اللي الكلام هذا كلام ميزان، فعلى هذاك جاو وما دبر عليهم حد وما حكم فيهم حد. فمنطق التشويه كسؤال محمد الصامتي او للمناسقين اللي معاه راهو ما يطلعش عليكم، خاصة وانه التشويه يجي من ديفو بروفيل، يجيك فو بروفيل ويحكي لك على الرجولة ويحكي لك على المواجهة ويحكي لك على الشجاعة. فشتان بين الثرى والثريا، ما تنجمش تحكي على شجاعة وعلى رجولة وعلى مواجهة وانت بفو بروفيل. جماعة خليني نرجع نحكي على ما يسمى بأنصار قيس سعيد. والله 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 اللي ضاعوا قيس سعيد واللي ضروا قيس سعيد هم ما يسمى الأنصار، اللي هم أصلا ما همش أنصار، لأنه الجماعة اللي دخلوا مع رئيس قيس سعيد معروفين. فمن غير ما تحشروا رواحكم في وسطهم وتسميوا رواحكم أنصار قيس سعيد، هاو نعطيكم أنا دليل. هما الشعار واحد، يقولوا أنصار قيس سعيد، وحاليا وصلوا 5 أحزاب أمنوني، هو الشعار واحد أنصار قيس سعيد. كلموني برشا أحزاب أو أشباه أحزاب فيهم كعبتين وكعب، أنا رئيس الحزب الفلاني وأنا رئيس الحزب الفلاني وكل شيء عندي موثق ومكتوب، ونهار اللي يطول حد لسانه تو نجبد له الماسنجر نتاعو ويجي يقول لي باش ننصهروا. قلنا لهم رانا احنا اول حاجه اقوياء تونس ما هيش حديد باش تنصهر، وراهو ما عندناش حتى مشكل مع حتى جون، طول ما انه شاب، طول ما انه ولد بلادي، راهو احنا ما عندناش معاه حتى مشكل، على الراس والعين. وهو مبجل
اكثر من اي حد مهما كان التوجه نتاعو، يكفي على خاطر ولد بلادي. فالكلام هذا مش كلام شعارات، راهو كلام حق. تعرفوا عليه؟ لانه ها باش نجاوب سي إماد ماد هذا قال لي انت شوهت ناس. انا كي نشوه اول حاجه ما نشوهش، انا نجبد بالدليل. واللي فما انسان انا جبدت عليه فيشه ينجم يطلع يكذبني. فالمنطق نتاع الصبايحيه راه زاد ما يساعناش، ما يدورش بينا. وكان محمد الصامتي قبل كان يعارك في الفاسدين هذوما وحده، ومعاه ربي سبحانه، ومعاه انتوما اللي خليتوا محمد الصامتي يتعرف بالبارتاج نتاعكم وباللايك نتاعكم وبالتعليقات نتاعكم وبالمسانده نتاعكم وبالناس اللي اتصلت وجابت لي الملفات هذه. فمش من فارغ انا راني تعرف. انا كنت قبل كي نهبط ستاتيو نعمل لا طارت نعمل 20 جيم لا طارت. فانا راني تعرفت فضل ربي وفضل الناس اللي اقتنعت بالحلمة اللي مشيت به وبالقضية اللي دخلت فيها. فهذا مفضول. ولا نقول انا فلان الفلاني ولا والو. انا كان فما حاجة ربحت، راني ربحت ثقة ناس بإذن الله السميع العليم باش نكون في مستواه. بحول الله راني باش نكون في مستواه ومانيش باش نوخ. وكان انا غلطت، الانسان يغلط يخطئ ويصيب. كان انا غلطت في حد فراه انا اول واحد نعتذر. لكن الناس اللي جبت لهم دوسياتهم جبتها الحمد لله يا ربي بالتوثيق وبالشهادات. حتى اللي ما عنديش عليه ورقه عندي عليه تسجيل شهاده. فنهارت اللي باش نهبط انا ونواجه راهو هابط بدوسياتي. ومحمد الصامتي اللي عنده عليه حاجه توا طيله 12 شهر ما جاء حد وخرج عليه حكايه. تلاكليك حاشاكم متاع قل تحياء تلاكليك. فتوا العركه ما عادش مع محمد الصامتي. توا راهو الزنوس هذوما لقاو جهاز كامل يتعاركوا معاه، فيه صيوده وفيه البوبه وفيه نساء وفيه رجال. اقسم بالله عزتهم وكرامتهم وهيبتهم والنور اللي خارج منهم والله واللي اسمه الله هو اللي شافع في البلاد هذيك. واضح؟ فتو ما عادش العركه مع محمد الصامتي. توا طلع لكم مهدي معلة، طلع لكم مكرم الجيزاني، طلع لكم مروان، طلعت لكم لبنى، طلعت لكم ريم، طلع لكم حسام، طلع لكم فاخر، طلع لكم منال، طلع لكم عيادي، طلع لكم مراد، باش ما ننساش اسماء اصحابي كلهم يعرفوني يعذروني معناها. عن ناس في الخفاء اللي قاعده تنظم في الباج وتخدم. توا قاعدين نتنظموا وفهمنا شنو معناها انتم علاش غلبتونا. خاطر للاسف على قد حاشاكم وحاجه قدركم خباثتهم عرفوا كيفاش يتنظموا. غلطتنا احنا انا ما عرفناش كيفاش نتنظموا. غلطتنا احنا ان ما عرفناش كيفاش نتلموا. وهنا فقنا توا باللعبه. وهنا فقنا اللي راهو قوتنا احنا ان نتلموا. بديت من واحد نتفكرها اول مره تفرجوا فيها 4 ولا 5 من الناس، والحمد لله توا ولات الفيديو يعمل في الاف لا سبونسورينج لا والو. وباش فضلكم انتوما مش زاد راهم زي خاطر اقتنعتوا اللي رانا نحن نعاركوا في عركه مع بعضنا. واقتنعتوا اللي راهو كلامي باش ما نقولش صحيح فيه جانب كبير من الصح. فعلى هذا انا الحمد لله فرحان، ونشوف النورات جايه ونشوف السيوده جايين، وكل اعتزاز وفخر باي جون يحترمني ونحترمه حتى لو كانت خالفنا. المهم المستوى راقي حتى لو كانت خالفنا. فقط نلتزموا بمبدا الرجوله والحق. هكا ابدا من هذه تكون البوان دو ديبار نتاعك، نقطه انطلاقك رجوله وحق ويجا نتعاركوا. فضرب تحت الحزام ما عليناش به رغم أننا قادرين. تعرفوا نحن توانسة سنتنا طويلة والبنية موجودة والليد طايلة والمعارف موجودة وكل شيء موجود. أما لا، على قليلة الشيء اللي منعناه حاشاكم على الزنوس واللي انكرناه على الزنوس حتى احنا زاد ننكروه على أنفسنا. فمحمد الصامتي أو غيره أو أصحاب محمد الصامتي أو كل فيلق أقوياء تونس إذا كان باش يخرج فو بروفيل
يشوههم او يسبهم او ينعتهم بحكايه، اتاكد اللي راهو ما يصدقك حد، وتاكد اللي في نفس الوقت اللي يصدقك راهو بالحق بوهالي، سامحوني في الكلمه يلزمها تتقال، بهلل. يطلع لك في بروفيل ما عنده حتى هويه، ما عنده حتى مصدر، ما عنده حتى مصدر ثقه، وتصدقوا. مو كان فما حاجه يخرج، علاش خايف هو؟ علاش ما يخرج كي محمد الصامتي وغير محمد الصامتي اللي حطوا رواحهم في الواجهه وتكلموا؟ علاش هذا؟ ف اصلا حتى اللي فو بروفيل نعرفوه، ومانيش باش نعطيهم الشهار هذا، والجماعة اللي يكتبوا تو نذكرهم لكم، راه تو تجي بطبيعتها، والجماعة اللي سبوا أقوياء تونس من بعيد أو من قريب، أو أي حد في أقوياء تونس، أقسم لكم بالله مساجاتهم أكثرهم عندي، لأن بعثوا لي وحبوا يحكيوا، وأنا على غالب ما نجمتش نجاوب، لأنه كما قلت لكم برشا مساجات، فربما هو فد وتغشش تقلب على خاطر انا ما جاوبتش، وليت انا خايب، وليت فيه ذنوب الكل او في غير، او ربما لمرض في قلبه هو انه يسمي روحه حاجه، ومن بعد يلقى روحه يقارن روحه بمحمد الصامتي او غير محمد الصامتي، وهو يحكم على روحه بانه هو لا شيء، فبالتالي يولي يخرج هكا المرض نتاعو. فعلى هذا احنا اولاد بلاد، ورانا زواوله، ورانا خارجين من شعبنا، ورانا ما عنا حتى شيء نتزايدوا به. وراهو اللي يقول محمد اهبط عارك في تونس، محمد راهو يعارك في تونس وفي خارج تونس. واللي اي حد سواء موجودين في اقوياء تونس في الخارج راهو حتى يهبط لتونس بحول الله كلمته هي. فراهو ماناش باش نتبدل. هذا واحد. اثنين، خويا ما عادش تقول لي خويا محمد اتصل بصافي سعيد، عنده برنامج. صافي سعيد اذا كان يؤمن بالشباب يعطي برنامجه هو للشباب، والشباب يقوم به. ما عندنا حتى قايد، كان شباب جيبوا لي اقل جون لنا يقول انا باش نقود نمشي معاه، شايب فات ال 55 عام، عاش الحقبه البورغي نوفمبريه، ما نعترفش به، ما مع احترامي لي، لكن انا ما نعترفش به قدام. هذا مبدأنا به. باش ندخلوا في شويه نقاش مع بعضنا. اقوياء تونس تتلم، قاعده تحط في منسقين نثبتوا منهم بقدر الامكان، والحمد لله الناس اللي حطيناهم توا على ما قدرتنا احنا. انا واحد من الناس نتشرف بهم ونتشرف بيكم، نتشرف بكل مساند كبير ولا صغير، بو ام او ولد او صديق اخو، فنتشرف بكم الناس الكل. هي خنقنا بصافي سعيد يا محمد. ف نحب ندخل معاكم ديريكت في نقاش. اي حد من اللي جون بتاعنا شنو عنده اقتراح، شنو عنده فكره، شنو اللي راع وجه في تونس، شنية اللي يحلم به، شنية الفكره اللي عنده، شنو الحل اللي عنده. فانا مستعد اي حد يطلع معانا، فتفضلوا. وعندي اختي مكبشه وتقول لي عندها حل. بالله يا سيدي بالمره خليوني خلي ساعه. اسكت عليا انت، اسكت عليا ولا اخرج برا امشي ارقد. فخلينا نحكي مع الاخيان ومع الاحباب، شكون اللي يحب يطلع معايا ويتفضل يحكي باللي يحب هو. مهدي ادم خويا، اول حاجه مهدي طلعني ولا نشكي بيك، مرحبا بخويا، لكن يا مهدي حاول تخرج وتدخل باش نجم نلقى عندك كاميرا. فراو فما برشا بروفيلات ما لقيتش عندها كاميرا، فبالتالي يحاول يخرج ويرجع. شكون ينجم يتعدى معايا؟ في بالي سي مروان بكري وسي فخر الدين قالوا لي نحبوا نطلعوا. فشكون؟ سي مروان، تفضل بابا. نستنى سي مروان يطلع معانا. شنو اللي يحب يقول؟ وكما تعرفوا هانا كل شيء معنا من خبيو. عسلامة بابا خوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عسلامة سيدي، وعليكم السلام. تفضل بابا. أهلا وسهلا، مروان بن قاسم.
خويا مروان ادخل ديريكت في الموضوع باش نربحوا الوقت الناس الكل. انا اكيد مانيش جدا. نرد عليك. بتكون مداخله نتاعي وجيزه جدا. نحب نستهلها في يقول ربي سبحانه وتعالى: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. نستشهد بالدليل القرآني هذا. إذا كان إحنا باش نتبدلوا في تونس، ما يلزمناش نستناو شكون يجي بدلنا، إحنا لازم نبدلوا رواحنا برواحنا. لبست التوني بتاع المنتخب الوطني، ما يهمش يلعب في الجمعية الفلانية. إحنا كي المنتخب الوطني التونسي بالضبط جاي من جمعية فلانية أو فلانية، الكلها باش تدافع على الرايه هذه، ني بلو نو موان. فوالا، هذا اللي لازمنا الناس الكوليكي الفكره. ما يهمش شكون الكابيتان، المهم تونس ربحت وترشحت. اللي يلعب في الاتاك راه باش يماركي بونتو، اللي يلعب في الدفاع راه باش يدافع على البلاد. دونك بون ميتافور كبيره برشا ندخل بها لكم انتوما، وفرحان برشا اللي نكون من ضمن اقوياء تونس لبلورة الافكار هذه الكل وترجمتها على ارض الواقع. لابد لنا ان نكون وحده مع بعضنا هكا. كيفاش نجم نكونوا مع بعضنا هكا؟ لازمنا نبعدوا على كل ما هو كلاسيكي في السياسه في تونس والمشهد السياسي بصفه عامه. يمشوا يسموا بعضهم. تحب تطلع في السياسه يلزمك تسمي روحك بورقيبي. تحب تطلع في السياسه هاجم النهضه. تحب تطلع في السياسه اجبد المراه. هذوما ثلاثه محاور الكبار لازمنا نبعدوا عليهم، خاطرش احنا بصفه عامه الايديولوجيا نتاعنا هي حب تونس. فما نفاق سياسي اللي السياسيين في تونس ينتهجوه، الا وهو اثاره الراي العام بالاسلام، مثلا اثاره فكره التساوي الميراث. نبعدوا على لب الموضوع اللي هو العمل وبناء تونس الحديثه واحداث مشاريع كبرى وايجاد حلول قصيره متوسطه فبعيده المدى. لازم هذا يكون منصب. لازم نكونوا تكنيكمون، نكونوا على ارض الواقع، نعرفوا ما الينا وما علينا. الشراكه لازمنا نبدلوا كل ما هو تقليدي. راهو البنيه التحتيه نتاعنا مهترئه. الاقتصاد نتاعنا اللي هو من بنيه على الفلاحه بدرجه اولى اللي كانت تخدم في 72% من اليد العامله في تونس توا مشيت. فما قطاعات تمسك بالكدا الصحه، التعليم، ارتفاع نسبه البطاله، ارتفاع نسبه الطلاق، ارتفاع نسبه تاخر سن الزواج، مشاكل في التعليم، مشاكل المخدرات، التهريب. هذه كلها محاور معناتها بسم الله ما شاء الله، معناتها الحمد لله عندنا برشا شوالف. فهمتني خويا محمد؟ لذلك فعلا نقول ما نجموش نبنوا البلاد هذه الا وقت اللي نوقفوا نزيف الهجره الغير شرعيه والشرعيه زوز. خاطرش ثم عده بلدان قاعده تبني في تونس، تبني في بلدانها بسواعد تونسيه، بادمغه تونسيه، بمهندسين، باطباء، باللي تحب انت. راهو باللي تحب انت. علاش المالي ماشي للسدره الزيتونه اولى به؟ تونس اولى باولادها في السياسه، احنا حتى في المشهد الاعلامي شوف فما سذاجه، فما رذاله. معناها الذوق العام في حد ذاته في سد. وتعرف انت توا معناتها لي توندونس بصفه عامه في تونس تتاثر ياسر تسكيها وتلفزها وكذا وكذا وكذا. ان كونتر بارتي نمشي معاك لبعيد، حتى مشاكل سبور نتاعنا ما عادش عندنا ملاعب، ما عادش عندنا كذا، لي زاتليت نتاعنا مشاو ما عادش عندنا مشات. دونك احنا شنو في مشروع تونس؟ اقوياء تونس احنا الحلمه اللي باش تتحقق، باش تتحقق بالقوه نتاعنا، بالتعدد نتاعنا. تصلي ما تصليش ما يهمنيش فيك يا اخوي، ما يهمنيش فيه محمد تصلي ما تصليش، المهم باش تبني تونس. فلان متدين ولا مش متدين اموره، فلان معناتها يساري وسطي كذا، المهم به نكونوا كل الفامي تبدا تلقى خو يصلي خو ما يصليش، خو يسكر خو ما، هذيك هي الدنيا. ثم رب هو باش يحاسب العباد، مش احنا باش نحاسبوا العباد. راه احنا نبنوا على من الضعف قوه. كيفاش نبنوا من الضعف قوه؟ بالحلول نتاعنا، بالاراء نتاعنا. الاستبداد بالراي، لا يجي طبق الراي الفلاني، لا نتشاوروا في بعضنا. واول حاجه باش نكونوا احنا بالحق قويين
البناء نتاع اقوياء تونس لازم يكون قوي. كيفاش يكون قوي؟ تنسيقيات في بعضها ما بين الولايات، ما بين المعتمديات، ما بين العمادات، ما بين الشباب، ما بين معناتها تدرج في اخذ المسؤوليه، وخاصه الديسبلين، الانضباط على مستوى القانون الداخلي لاقوياء تونس. راك انت اللي بتمسك اقوياء تونس فهو يكون على درايه كامله انه السيد هذايا راك تكلت، ولا السيده هذيك دخلت اقوياء تونس راك عارف علاش قادمه. احنا بعد ما كرهنا حاجه اسمها حزب، وهما كرهونا مش عبثا هكاك تكرهونا في العمل السياسي، لا، حتى يفرغ لهم الجو ويبقى قسم الكعكه، انت خذ بريج وهذا بريج والاخر بريج وكذا، وربلوت 4 سنين و5 سنين وبدل 5 سنين وبدل، انتخابات بلديه، انتخابات مش عندنا كذا كذا كذا. لذلك احنا جينا باش نكسروا القاعده. جينا المألوف انه الحزب يكون ملفوف على شخصيه. احنا حزب على حزب، مانيش باش نسمي حتى حزب يقول حزب فلان، حزب بلتان، حزب فلان، لا. احنا اخويا جينا لو رانا مال فاسد، لا سياسيين معروفين، لا بارونات، لا لوبيات، لا حتى حد باش يشرينا. احنا اللي يحكم فينا حاجتين: التزكيه وسحب الثقه. خويا زكاوك الجمعيه والاولاد زكاوك باش انت تنال الخدمه الفلانيه. كنت اهل للخدمه هذه ونجحت فبها ونعمه، ما نجحتش راه سامحنا خويا، سحبنا الثقه منك، راك ما عندكش القدرات التقنيه باش تنجم. ها هو شفتوه شباب كيفاش يحكي. ها هو هذا الاكزامبل الاول اللي طلع. هذا اكزامبل واحد طلع. تخيلوهم مخصيصين راهم يطيروا في نقاشاتهم، في كلامهم، في افكارهم. هو مروان ما شاء الله على خويا مروان. صدقوني تو اول مره نحكي انا وياه فيس تو فيس، وحكينا مره بالماسنجر رايت. صح. هذا هو. انا ما نتشرفش بهذا. انا ما نتشرفش بمروان الموجود تو يطلع اخويا تونس. مهبول ما يتشرفش به. فهمتوا تو نحن شنو نحبوا نعملوا؟ راهي لي نحبوا شرف خويا محمد. في دينا بعضنا وكهو. هذا هو اللي طالبينه. خويا سامحني قاسيت عليك فقط زاد باش ما نطولوش. ان شاء الله زاد ما نكونش قاسيت عليك. لا بالعكس. شنو تحب توصل؟ وخلينا نزيدوا نطلعوا لهم طيره اخرى. خلي يعرفوا ايش فما في اللي جاي. صحيح. هو ما تقنيا معناتها العمل السياسي تنجم انت تدرس العلوم السياسيه حتى تكون عندك الباك جراوند وتكون عندك لي تالون باش تنجم تحاجج، وخاصه وقت اللي تكون عندك تكون بوليفالون، عندك دي كونيسونس، ثراء معرفي اللي يخول لك باش انت تخوض التجربه هذيك. كيفاش باش تخوض التجربه هذيك؟ عندك 3 محاور كبار برشا في اقوياء تونس. لازم يكون عندنا المحور الاول السياسي، الثاني الاجتماعي والاقتصادي، و3 حلقات هذوما يدوروا مع بعضهم 3. خاطرش وقت اللي تكون انت بنيت حزب قوي الهياكل ونجحت في الحصول على بلديات وكذلك مجلس نواب، فانك لازم انك تنظر الى العمل السياسي عن طريق العمل الاجتماعي والاقتصادي. ان فان كونت احنا في نهايه الامر شنو ناويين؟ عندنا فكره باش نقترحها على الشعب، يا اما الشعب يقبلها او يرفضها، ولو انه الشعب عطشان الى حاجه اسمها تغيير فعلي وجذري، راديكال موت تبدل تونس فعلا في حاجه انها اعاده البناء من اول وجديد. فور زليز وقلع وجيب جديد. علاش؟ خاطرش خويا محمد. باش نفسرك موضوع. عندنا في اقوياء تونس خبراء في الاقتصاد وفي القانون وفي الاعلاميه وفي كل حاجه. لذلك انا في اقتراحي الشخصي لازم يكون عندنا هذوما جماعه الاعلاميه الكل لازمهم يعرفوا بعضهم، جماعه الاقتصاد يعرفوا بعضهم، جماعه الاجتماع والسوسيولوجيا يعرفوا بعضهم. علاش؟ باش ينجموا نبنوا افكار حقيقيه. ساعات انا تكون عندي فكره وانت عندك فكره ونفس الفكره، حتى نربحوا اكل جاستياج دو طون، نتجاوزوه، وتكون فما دي جروب نتاع ميسنجر ودي جروب معناتها في الواحد.
بالطبيعه هذا كوريكا يرجع وقت اللي تكون عندنا التنسيقيات على ارض على ارض الواقع، فهمتني؟ ربي يفضلك وربي يخليك صاحبي، محلى كلامك، ما شاء الله عليك، نعم بوزينك، محليك عايش شوي. محليك محليك، اقسم عايش. بالله محليك. يا ودي نحبكم، انا نحبك انا كل جو، انا نحبك احنا انا ولاد كنا نحب الجيران بعضنا راه هذيك ليجند. هذيك اسمع الباهي يقول لك الباهي يجيب الباهي راه. يا ولدي هذاك يا ولدي فوق راسي من فوق، اقسم بالله عايش خويا، والله ثانك راني يو. نحكي هذاك هو. يمكن فما ناس تستغرب من الرياكسيون تاعي، ما راني هذاك هو. راني انا كي نشوف جون محلاه اقسم بالله ويبدا تونسي وطفله تونسيه وقاعده هكا نقول اي هذا هو اللي لازمنا، هذا هو هذا هو. ومحلاه راهو كي تقول انسان نحبك وتقول له محلاك، خلينا نتعلموا نقولوا كلام باهي، خلينا نتعلموا نرضيو بعضنا ونرضيو خاطر بعضنا. يزيونا من الوجيع، يزيو من الكلام الخايب، يزيو. فاخري او باش ندخل خويا سامحني سي مروان. دقيقه واحده لكن حبيت تعقيب على كلامك. انا برمي اقوياء تونس الكل اللي انا اوبن. راهو كلنا رانا عائله، نختلفوا في ارائنا، نختلفوا في افكارنا، في انتماءاتنا الاخرى، لكن الهويه ليدونتيتي الرئيسيه ما تتمسش. اللب هذيك اللي هي تونس، تونس عمرها ما تتمس. علاش؟ وقت اللي نوصلوا نبنوا تونس بالحق، والله العظيم قسما برب الدين، اه قسما بالله قسما بالله، رانا مستعدين ان نوصلوا للعالميه. ان شاء الله واكبر دليل الكورونا، في وقت الكورونا خرجوا العباقره، خرجوا الخبراء ان المهندسين، شاء الله اخترعوا كذا وكذا وكذا وكذا، لكن وينه؟ كفايه كل شيء عليه. ان عندنا شاء راهو الله عندنا ناس ان شاء الله كفاءه تنجم تعطي عليه ان شاء عليه. الله. علاش احنا ما تغيظكش انت روحك محمد؟ ما تغيظكش روحك. انا القلب يعلم به كان ربي ما عادش تسالني. عايش خويا مروان ربي فضلك. السلام عليكم ورحمه الله نتفرج وبركاته. فيك. السلام عليكم بس خير. باهي شفت خويا فخري قال لي انا يا محمد. وينك بابا فخري؟ وينك فخراني؟ وينك؟ خويا عادل العليبي يقول انا مساند نطلع معاكم. نستسمحك خويا عادل نطلع خويا فخري اتكلم قبل. فخروش هيا بابا فخري امان اخرج وادخل خليني نلقاش عندك كاميرا. لحظه سي مروان اخرج انت بابا. سامحوني نخرج مروان اوكي باش نجم نطلع فخري راني مانيش حكايه كبيره راهو في الحكايه هذه. وينك يا فخري كنت نخزر لك اهو اهو. فخر الدين انت اللي عملت الفيديو لفخر الدين الفلاح متاعي، فلاح الجون. وينك فخري وينك بعثت لك راني. نو انسر فخري نو انسر. حاول تخرج وتدخل ما بين دخلت معنا خونا عادل. فخري نزيد نحاول مرة أخرى. نو انسر فخري. فخري اخرج من الفيسبوك وادخل الى حين نكملوا نحكيو مع خونا عاد. هيا ازدعدل، هيا ازدعدل اطلع. يا ريت نقويو الحلقه هذه بارتاج، خاطر انا راني ما نجمش نبارتاجي. فامان عاونونا خلينا نبارتاج، خلينا نوصلوا له. اللي يتفرج هو باز مساند، فما دام مساند انزل خويا وعاوننا. ازدعدل مرحبا خويا. سيدي الغالي شنو احوالكم؟ مرحبا بالجماعه ربي الكل. ينورك ويعز قدرك انت سيدي وسيدي الرجال. اعطوني عايش خويا ديما انا معاكم ومساندكم. اما جيست بالله ميساج ابروبو اللي كنت تحكي فيه بالي شويه. نعرف اللي قاعدين يتفرجوا تو كلهم ما همش من اقوياء تونس، يعني مجرد يتبعوا في اخبار محمد الصامتي. بالله ثم ظاهره اليوم حكيت عليها ونحب نوصل الميساج هذه عن طريق انت وللناس الكل. ظاهره البروفيلات ولي فو بروفيل. علاش ثم عقليه عندنا في تونس اني مشني معاك ماكش معناها راك ضدي، او بدليل انا نساند فيكم ومانيش معاكم. ليش ربي فضل. معناها انا ومحمد الصامتي ماناش في نفس مانيش في اقوياء تونس يلزمني نخرج نسب محمد الصامتي ونطلع عليه حكايات؟ ليش؟ علاش مش حابين يقبلوا فكره انه التوانسه رانا اطياف نختلفوا
رانا عشنا مع اليهودي ومع المسيحي ومع اللي يصلي ومع اللي يفسد، لكن في الاخر توانسه وحوم وجهات وعروش وغيره. ليش عمليه الاقصاء هذه نتعاملوا بها مع بعضنا؟ ليش هم اصلا كما كنت تحكي انت خزنوا فينا هالايداء هذا لبعضنا؟ اذا انت تقول انا سقف في تونس حمد الصامتي وانا نقول سقف في تونس وزيد وعمري يقول سقف في تونس، كيفاش قام نسبوا بعضنا؟ ما خاطر ماهوش صحيح، على خاطرهم يعني شعارات، على خاطر بالضبط. سامحني خويا عادل خليني نقولها تو انا راني انت قلبي هكا مع، على خاطر كذب في كذب، على خاطر اللي كلموني وقالوا لي ندخلوا معاكم وننضموا مع بعضنا، قلت لهم تفضلوا مرحبا بكم. قالوا لي ندخلوا حزب، قلت لهم لا نمشيوا حزب واحد واسم واحد وتيترو واحد. فما واحد قال لي ايه يولي رئيس حزب كيفاش؟ لانهم ياخذوا على افهموها البدين شنو ده. معناه يولي رئيس حزب لا كيفاش؟ لا، لانه خدمه بدين ده. هذاك شوفهم قداش عاملين من حزب ويسميوا في رواحهم تحت سقف واحد، وهما اللي ضروه، وانت فاهمني فاش نقول. لا لا فاهمك، خاطرهم والمفروض كذابين تنجم. وشعاراتهم نتاع كذب، وما هماش حاشاكم سامحوني، ما هماش رجال، وما هماش اصحاب كلمه، وما عندهمش شعار واحد، وما عندهمش محبه لبلاد اسمها تونس، ونتحدى واحد فيهم. واللي يحب تونس بالرسمي لو نمن بيه يحب تونس نبوس له صباط وملوط. كذابين صحيح. كلها شعارات. يخرج يسب ويجيك في البرايفت يبعث لي سي محمد انا فلان وهذا رقمي وهذا، والاخر يعرف بروحه، ويجيك يقول له انا لا رانا نمشيو تيتر واحد ونرفض اللي الطلب اللي طالبه هو اللي مو خايب طلب نتاعو نولي انا خايب. ما يحبوش الراجل يهبل كي قضاء. يلقاك انظف منه. حاشاكم لانه نتشرف باي نظيف واي راجل واي تونسي واي تونسيه. اما الزنوس اللي تدعي رغم تكذب اليوم غدوه راك ما تنجمش. انا اللي نقدر نقوله لكم ويسمعوا فيه الناس اللي تتابع فيك الكل، وكيما ديما نقول انا راني مساند الاقوياء تونس، ربي ولاني ينور. شايب ما نجمش، ولاني شايب ما نجمش نكون معاكم. لا 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 شايب يا اسمعني ولا مطلل. بالحق. اسمع سيريوزمون، الناس الكل اللي قاعده تسمع توا توحدوا، ما يزعزعوكمش، ما تخلوش الكلام الفارغ ياثر فيكم، اخدموا على برنامجكم، اثبتوه للناس، وقت الحاجه الباهيه راهي تجيب الناس الكل. الثبات على المبدا، ما تهبطش المستوى انه واحد يسبك تهبط له باش في كلام زايد، كما قلت انت تو الناس كلها نعرفوا نقولوا الكلام الزايد ونعرفوا نسب ونعرفوا نعمل، لكن ما تهبطش للمستوى. ثم عركات ما تهبط لهاش انت، ثم عركه ادفع فلوس وتجنبها، لان تطيح لك كان قدرك وقيمه الناس اللي انت تنتمي اليهم كاقوياء تونس ولا غيره. هذه نصيحه للاولاد الكل اللي معاك وبنات ورجال. رانا ما نختلفوش، رانا تنتقابلوا، راهو نجموا انا نختلف معاك في حاجه صغيره، لكن غدوه كنت تلاقوا بالحق في عركه الصنديه على جال تونس. راني انا تمد ايدي وانت تمد ايدك وصالح يمد ايده وزيد يمد ايده، والكل يدينا تتقوى مع بعضها، حتى لو ان احزاب عندها اسماء مختلفه. دونك المفروض ما نختلفوش. يعني شبيه محمد صامتي عنده اطروحه، خليه يقدم على روحه، وعنده ناس مؤمنه به خلي تمشي معاه. علاش؟ لانه ما قال لك جاش معاه يلزمني يستقطبنا، نسبه. يستقطبنا في القواعد. فهمت شو معناه يستقطب في القواعد؟ اللي جاب كرامته وجاب هيبته وجاب قدره وقلنا له مرحبا، ما ضروا حد وما كلموا حد وما لزوا حد. فماشي واحد اعطيناه فلوس ولا قلنا له اجا ولا رانا حشدنا بيك واعطيناه في المقابل منصب. وانت تعرف سي عادل ولو ايش انت يحكي له. ولو انت السيد هذا اللي يبكي يقول هزولي قواعدي، لو قواعدك مبنيه صحيحه وعلى ميثاق وعلى عهد وانه مؤمنين بيك ما يبيعوكش. ايفيدامون. يعني انت ما دام رجعنا واحد معايا وجا محمد الصامتي طرح اطروحه جديده مشاو معاه، الدليل انا حكايتي في شنك ما فيها شيء. عموما اخوي الغالي انا ما نحبش نطول عليكم، كونوا يد واحده الى الامام. كل حركه شبابيه توجه شبابي سقف تونس ولاء لتونس يحب يقضي على الفساد، يحب يبني، ما يؤمنش بالمركزيه، ما يؤمنش لا بجهويات لا غيرها. تونس الكل بلادنا والعلم علم واحد. اضربوا على ارواحكم ربي يفضل. ورانا ديما معاكم. ربي خويا يفضل. ليلتكم زينه، ربي يوفق. ربي ينور. يعيشك يا حمد. عايش يعيشك خويا سيدي، الدور. ليله زينه للشباب الكل. يعيشك سبحان الله. يعيش. مهدي ادم طلعني ولا نشكي بك يا مهدي ادم. اقسم بالله لا فما كاميرا قدامك، ما فماش. باش شكون يحب يطلع يقول كلمة؟ خويا فخري باش نعاود ماشي. يا فخروش.
مرحبا. الو، عسلامة. اهلا وسهلا، مرحبا بكم. مرحبا. تسمعوا فيا من رجلي؟ نسمع فيك. نسمع فيك. معكم اخوكم. خويا فخر الدين ما عندكش ريزو. خويا فخر الدين ما عندكش ريزو. سي جماعة يقولوا لي خسارة صاحبي، سامحني، ما عندكش ريزو فخري. شوف بلاصة فيها ريزو. سامحني باش نقص، باش نربحوا الوقت. باهي. جوهر الشاطئ اني كان اطلع نخليه. لا باب عليه، تنجم تطلع تفضل ومرحبا بخوي. اعطينا كلمة معاكم. شوكو عجمي. مرحبا خويا شوكو. ريان همامي وراس. مرحبا السلام خويا. عليكم. مرحبا اهلا سي بخويا. محمد، شنو احوالك يا خويا؟ يا لاباس عز عليك؟ قدرك. يا عز شنو قدرك احوالك يا ربي خويا؟ يسلمك. لاباس عليك؟ مرحبا بسيك. عايشك يا خويا. والله احنا ننتظروا في التنسيقيه نتاع بن عروس، عنا قداش واحنا نجري ونتكلم خويا محمد. ما علينا، احنا اي. اليوم نحب نقولوا حاجه سي محمد. اللي بالحق اللي عايش في تونس واللي عايش خارج تونس يمكن يشوف ملامح صغيره من عنده، لكن الوضع اللي عايشينه احنا وضع مزري. المصايب اللي نعانيهم فيها احنا بحكم انا والقطاع الصحه، واللي قاعد صاير فينا من المهازل، واللي قاعد صاير في تونس الكل، راهو بالحق باش يبقى وصمه عار على الجبين. اذا اليوم الشباب ما ياخوش القدوه وياخوا المشهد ويكون هو في المقدمه يزينا من الناس اللي هرمت واللي افكارها قاعده معناها قاعده في افكار الستينات والخمسينات، اللي هو نبيع على خاطر اولادي ما يهمنيش في الباقي. احنا اليوم نتوجه برساله بالحق لكل شرفاء تونس، وخاصه الشباب اللي عنده معناها البعد الفكري وعنده النظره الاقتصاديه الشامله اللي تنجم بالحق تخرج بالبلاد هذه لبر الامان. انا ماذا بيا الحزب هذا يكبر اكثر، وماذا بينا نتلموا فيه الشباب الكل مهما يكون من اليمين من اليسار، المهم عنده حب تونس وبس. ان شاء لا الله. ولاء الا للوطن، هذا اللي نحبوه احنا، اللي هو لا ولاء الا للوطن. ان شاء باش الله بخير نصلحوا الله. راهو يلزمنا، بغض النظر ان عندنا لوبيات في تونس هي اللي تحكم فيها، يلزم القضاء على اللوبيات، يلزم القضاء على الفساد، يلزمنا تطوير البنيه التحتيه وخاصه الصحه والتعليم اللي هما معناها من اهم حاجه تركز عليها اي دوله في العالم. يلزمنا نمشيو لابعد الحدود، وهذا نداء مني انا شخصيا الكل معناها اطياف المجتمع التونسي، وخاصه كيف ما نقولوا العمد على الشباب، خاطر الشباب تهمش، شباب ضايع. نسبه الشباب في تونس ماهيش نسبه معقوله نتاع انتخابات. اصلا الشباب ما عادش عنده ثقه في السياسيين باش يمشي ينتخب. اليوم وقت اللي يلقى معناها الوجه الحقيقي للشباب اللي هو يشرف البلاد واللي هو باش يقدم بالبلاد، رانا متاكدين اللي الشباب الكل باش يتلم مع بعض. احنا حاجتنا به اليوم شنو؟ حاجتنا بتونس، تونس المزيانه، ما نقولوش تونس عهد الستينات ولا عهد التسعينات، هما في اصلهم كانوا بيوعه. احنا اليوم حاجتنا بتونس اللي هي تخص الشباب بالحق، تونس اللي يلزمها تكون معناها بنظره استشراقيه جديده. تونس ما نتصورش انا اذا كان نحكيو على الافريق دي سود، معناها جنوب افريقيا واحد في التسعينات ناس الوباء عندهم ما عادش خالطين عليهم. ربي يفضلك. شنو اللي يخصها تونس؟ شنو اللي يخصها تونس؟ يخصها بالحق غيبوا الشباب، ناس تصنع معناها معدات، معناها معدات ميديكال يتهمشوا، ناس تصنع ديريبو يتهمشوا، والسارق يتكرم. هذه بلادنا. ربي يفضلك. اللي يقدم معناها في الصناعات ويحب يعمل الاختراعات نتاعو يهمشوه ويضيعوه، والزنديق في تونس يكرموه ويحطوا له صورته في العلالي. ربي يفضلك. احنا نتمناو اليوم
بالحق نكونوا يد واحده نخدموا بلادنا. احنا حاجتنا مش نخدموا بلادنا، ما حاجتنا بشيء، حاجتنا ببلادنا. ان شاء ماذا الله بيا اليوم بالحق نقفوا وقفه صحيحه ونكونوا كلنا يد واحده، ونعرف اللي فما. توا انا نقرا في لي باج عندنا شكون اللي متشجع معانا وماشي، ونشوف في ناس تسد بطريقه غير مالوريزمون. سامحني سيدي، قص ريزو نورمالمون. باهي، الفكرة كاملة وصلت تاع صاحبنا وخونا ولد بلادنا. سامحني ضيعت الاسم. فنشوفوا شكون اخر باش سامحني باش نحاول نقص توا ونطلع شكون معانا. وديجا تليفوني بداية يحشاش، فشكون اخر يحب يطلع معانا مرحبا به. شكون يحب يطلع ويقول اللي يحب. خويا ريان همامي، اقسم بالله لا فما عندك كاميرا ما نجمش ننفيتيك. فشكون يحب يقول كلمة؟ تفضلوا شكون ينجم يطلع معانا. حسيلو ريان همامي، راني ما نجمش نطلعك خويا، ما لقيتش عندك كاميرا باش نطلعك. مسي مالك اللوز كيف ما نجمش نطلعك. امي شنو امي هذه؟ هاي سيدي بالله عندي اختي كل مره تعمل حكايه. خلاني اتفضل سيدي، اتفضل. العائله ولات دوسياتها لبرا، عاينه خلينا مكشوفين. اتفضل اختي، اتفضل. اهلا بسي محمد، اهلا بسي محمد. عسلامة مدام. عسلامة، مرحبا بخويا، مرحبا. عايش اختي الغالية. تفضل، باش هذه اختي هدية، يعني. باش نبعث لك الهدية نتاعك. هاي تفاهم معاه. حبوب. عسلامة يا روح. عسلامة مام. لاباس عليك يا بابا؟ يعيشك. شنو احوالك واحوال الكل؟ يعيشك ماما، ربي يخليك. الحمد لله، الله يصونك وربي يعاونك. يعيشك ماما. ويعلي صيتك يعيشك. وربي يدلك للخير على الجميع الكل. ايش نقول؟ كله على الانشوده شنو نتاعك. تحب تحكي؟ شنو تحب تحكي؟ مش يسمع. قول اللي تحب، صوتك مش واضح بالكدا. لا نسمع فيها، قول اللي تحب. قول اللي تحب، قول وقتك اللي تحب. انشدوا انشدوا يا شباب، انشدوا كل لحن الحسن، وابسموا وابسموا للأمام، وانشروا للزمن. كل لا نرمي إلى لين غاية المنى، كل لا نرمي إلى إلا الوطن. إلا الوطن. يعيشك ماما. يعيشك ماما، ربي يفضلك. هكا رد بالك يا بابا، ربي يحميكم وربي يدلكم الخير. وهذيك أمنا الكل قبل ما نكون أنا أمك. يعيشك ماما. هي تونس. هي تونس. شفت الوطنية؟ رد بالك أنت وأحبابك، وربي يقويكم ويحميكم وينصركم. هاي تحب تسلم عليك ان شاء الله تكون راضية علينا، ان شاء الله تكون راضية علينا يا حبوب. إن شاء الله ربي يهنيكم الكل. قلت لي؟ قول ان شاء الله تكون راضية علينا يا حبوب. قالت إن شاء الله تكون راضي علينا. امين امين. راضي عليك بابا دنيا واخره، وراضي عليك بوك وكل العالم كله راضي عليك. هذيك فرحتك يشوفك، ربي يعليك. باي باي. هاي تصبح على خير. باي باي. هاي ربي يوفقك. باي باي. ربي معاك. هذه الانشوده كنا ديما هكاك، بابا كان ديما يغنيها يرحمه. ومشات فينا، مشات فينا هكاك. تونس مشات في ان شاء الله بحول الله نقدموا مع بعضنا الناس كل. شكون يحب يقول حكايه؟ شكون يحب يتكلم؟ شكون يحب يقول حاجه؟ ان شاء الله بحول الله تو نهزوها البلاد، ما تخافوش. تو نتلموا ونطلعوه ونحطوا يدينا في دين بعضنا كهو، وخافوا ربي في البلاد هذيك.
واي فاسد نقلعوه من قلبه. والبلاد هذيك يلزمها تنظاف، يلزم ما نطيشوش زبله، يلزم ما نتهمجوش، يلزم نحترموا صف، يلزم كي نمشيو في كولوار متاع كياس ما تمشيش